يا رب لا تجعل سعادتي أو حاجتي بيد مخلوق من عبادك، ولا تجعل ضعفي أو انكساري إلا لك وحدك. يا رب لا تحوجني لأحد، ولا تجعلني عبئا على أحد، واجعلني غنيا بك عمن سواك. يا رب لا تريني عيبا في نفسي كرهته وبغضته في غيري، واجعلني ممن يرون عيوبهم ويصلحونها ولا يدافعون عنها. يا رب إني أستودعك لساني، فلا تجعله يغتاب إنسانا ولا ينطق كذبا ولا يقول قولا أندم عليه يوم ألقاك. يا رب لا تجمعني بمن يضمر الشر لي، لا حلما ولا صدفة ولا واقع، ولا تشغل عقلي بما يقلقه، ولا قلبي بمن لا يرحمه، ولا وقتي بما لا ينفعه. وكن لي وكن معي، واجعلني بك أقوى وبك أغنى عن العالمين. يا رب لطفك وعفوك ورحمتك ومغفرتك ورضاك والجنة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايب قلبي، أغلى متابعين في الدنيا، أتمنى تكونوا بخير. معلش أنا آسفة صوتي تعبانة جدا، بس ده سبب تأخيري، مش هقدر أتأخر عنكم أكتر من كده. نبدأ الفيديو يقول اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الفيديو ده بقى فيديو إنجاز، يعني تجهيزات برضو وتفريزات لرمضان، وهعمل معاكم خلطة صابون جبارة 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 ما شاء الله عليها، ريحة وتقل ونظافة ما بعدها نظافة. هنشوف مع بعض. أول حاجة هنا نقول بسم الله. ابتديت إن أنا أخزن الجوافة، وطبعا أنا بقالي كام سنة يعني ربنا يسامحني بقرف كده من الجوافة، بلقى فيها حاجات مش كويسة، يعني ممكن تكون خضرة وبيضة وسليمة وزي الفل من بره، تفتح القلب تلقي حاجات مش كويسة جواها. فانا ريحت دماغي، ولادي بيحبوها بيشتروها من بره عصاير، فانا ريحت دماغي بقيت اشتريها وافضي قلبها من جوه زي ما شفتوا كده بالمعلقة، واقطعها شرايح كده وافرزها في الفريزر. بقيت اجيب على قد ما هيشربوا، انا لو مت خلاص مش هشربها تاني، يعني انا مش بعمل كده في ولادي وبس عشان انا مش نفسي طالبه، لا انا بنضفها لهم نظافه كويسه جدا واعملها لهم كده واشيلها في التلاجة، بس كل الحكايه ان هي النفس يعني مش اكتر. وهنا عندي كان باقي فول كنت مدمساه، دول غليتهم كده كويس في الحله جامد عشان ما يبوظوش، وكيستهم عملت تقريبا منهم 3 اكياس في الفريزر، ينفعوني لفطار او لغيره. اعتذر ليكم حبايب قلبي. تمام. وخدوا بالكم الدور شديد جدا جدا، انا كل ما اقوم منه يوم او 2 يرجع لي تاني، بصراحة مش قادرة، وباخد والله مضاد حيوي 1000، بس الحمد لله الله المستعان. بس يا حبايبي هنا بقى دول ايه كده اللي خلاص داخلين على الفريزر. ادي الفول تمام، وادي الجوافة. نخش بقى كده خلاص جهزتهم ودخلتهم على الفرن، نخش على احلى حاجة في الدنيا اللي هو الصابون ده. مش عارفة فين الكيس، انا كنت مصوراه في الاول ولا المقطع ده راح. بصوا يا حبايبي اهو شكل الكيس ده، انا كده جبته جاهز من عند محل منظفات. انا مصوره المقطع ده في الاول بس تقريبا ضاع مقطع بالكيس وش وده. هو بفتح الكيس ده بقى جواه كيس تاني عباره عن معجون صابون، بحطه كده ولازم يتدوب في لتر ميه، مكتوب عليه ان هو دقيقتين بس تقلبيه، لا انا زودت كمان 4 دقايق على ما داب مني. بمضرب البيت عادي السلك كده، ده شكله شفتوا الكيس مكتوب عليه ان هو يتحل في 8 لتر مية. بسم الله ما شاء الله، حاجة كده وهم اختراع بصراحة يا بنات. ب20 جنيه بس جبته. هنا قعدت اضرب فيه كده لحد ما داب. بعد ما بتحطيه في المية بتحسي ان هي ايه تكتلات زي بودرة، المعجون تحول لبودرة متكتلة، حتى تشوفوا كده على المعلقة. ابقوا كبروا الشاشة. ما شاء الله. بصوا كده انا كل ده بركن المعلقه في طبق فيه ميه، هتشوفوا الطبق ده بقى تقيل ازاي، والميه بتاعته جميله ورغوته ما شاء الله عليه. قعدت اقلب لحد ما خلصت بقى يدوب، اريح شويه، بصراحه دراعي وجعني، قعدت على كده 4 دقايق مستمر. هتشوفوا النتيجة يا بنات وتدهوري، بصراحة طلع اختراع. ريحة الشقة بقى انا اقسم بالله، جارتي بتخبط عليا قالت لي ايه الريحة الجميلة دي، ريحة ليمون جايبة لاول بوابة بتاعة البيت. تمام. دخلت شرحت لها وقلت لها الموضوع 1 2 3 خلاص، وانتي بتشتري هاتيلي، قلت لها لا وهعمل واخلص كمان واديكي نصيبك، وفعلا شلت لها نصيبها. فرحت بيه جدا بصراحة. ان شاء الله باذن الله هعتمده. بصوا كده وصل للدرجة دي معايا. اعتذر ليكم جدا واسفة.
ادعولي بالشفاء، ربنا يشفيكم ويشفيني ويشفي كل مريض، اللهم امين يا رب. تقليب مستمر جامد قوي 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 يا بنات، ما تستخسريش شهوتك في التقليب عشان تطلعي بنتيجة جميلة. عارفين صابون الفيبا؟ اقسم بالله ما جنبه حاجة، والله ما يجي جنبه حاجة بأمانة، لا في الريحة ولا في اللون. انا بغسل الكوباية تحس ان هي لسه طالعة من المصنع، من التزييق والجمال. بصوا يا حبايبي، انا جبت هنا ازازة 2 لتر، مكتوب عليها 197 لتر و97 ملي. حطيت كمان اللتر الباقي، تمام، وبقيت املى وادلق املى وادلق، اضيف الماء. الحمد لله. اهو بقيت المية كده ارجع اضيفها، تمام، وبقوا مع استمرار التقليب ما شاء الله ما شاء الله عليها. هتبصوا كده تلاقوه ابتدى يتقل جامد في ايدي، يعني انا فرحت اول لما لقيته كمان بيتقل، بس مع استمرار التقليب وتزويد كمية المية بصوا تقيل بقى قوي قوي بقى، وريحة فظيعة فظيعة انتشرت في الشقة. كمان كده احنا وصلنا ل4 لتر، ادي كمان ايه بقيت ال6 لتر. بضيف بقى كده، تمام يا حبايبي. بصوا الجمال، بصوا الحلاوة، بصوا الجمال مش ممكن، اللزوجة والجمال والتقل والريحة، الشقة كلها ضربت ريحة كأنها مصنع ليمون، مصنع صابون. ما شاء الله ما شاء الله، ما تستخسريش حاجة جديدة جربيه، احنا كلنا بنجرب جول جديد، بس بصراحة ده وخير تجربة بصراحة يا بنات. توفير، اضربي كده 8 لتر في 20 جنيه، هتشوفي اللتر اصلا مش مكمل 2.5 تقريبا، مش عارفة كده، اضربوها وقولولي. او 2.5، ب2.5 جنيه اللتر، تمام. انا كنت حابة اسيبه تقيل كده واضربه في 6 لتر مية بس بصراحة قلت لا، طب وفيها ايه لما اجربه زي ما هو موصوف ومكتوب شرحه، انا كده خلصته وسبته يبات لي تاني يوم، المفروض كنت اغطيه، بس بصراحة ما لقيتش حاجة اغطيها. هو ما حدش قال لي على الحركة دي، بس انا عارفة ان الصابون لازم يبات. بصوا بقى كده، انا كده شديت من فوق الوش وعبيته وشلت، انا كده بعد ما اديت لجارتي كمان. بصوا اتاريني وانا جايه بعبي بقى في الجيركن الكبير اللي انتوا هتشوفوه، اتاري التقل كله تحت، هتشوفوا معايا كل حاجة. يعني انا المفروض كنت اقلبه، بس انا خفت اقلبه يعمل لي روة فوق الوش وتاخد مكان مساحة وتضايقني. الحمد لله. اهو شكل الكيس معجون جميل، ريحة جميلة، ريحة الليمون، ريحة نفاذة نفاذة نفاذة. المقطع اللي انا مصوره لكم فيه الكيس في الاول تقريبا اتحذف مني، او انا نسيت احطه. هنا بقى ده جيرك الصابون بتاعي، ده 10 لتر، انا بعبي فيه كده. مسرعة طبعا المقطع. انا ايدي بقى عندي حساسيه من الصابون والكلور، حتى لو حاطين فيه جليسرين لازم ايدي بتتحسس من الكلام ده قوي. بعد ما عبيت فيه الصابون مسكته اديته رغوه كده، بصوا بالنقطتين اللي وقعوا بره بس على الجيركن، متخيلين، وغسلته. بصوا بقى التقل، انا بعد ما عبيت طبعا لقيت كل مادة بيتقل، الكوبايه بتتقل بتتقل لحد ما اللزاجه في الاخر، وخلصته وعبيته وشلته. بصراحه جربه. دخلنا هنا على صينيه بطاطس بالاختراع الجميل ده بالكفته. يلا بقى دخلنا على وقت الغدا، وانا بقيت اعمل الغدا متاخر لان انا بنومي بقيت اصحى شويه اوديهم المدارس وارجع تاني، ما اقدرش اكمل بصراحه من التعب. فكل ده كده مثلا بيبقى على العصر، تمام. احنا كلنا شفنا طريقه البطاطس انا بعملها ازاي، شفناها مع بعض كتير، وهعمل لكم فيديو مخصص بس لكذا طريقه للبطاطس بجميع، باللحوم بالفراخ بحاجات جميله جدا هتشوفوها معايا. ده كده الدهن انا كنت مسيحاه، وانتوا عارفين ان دايما انا بشيل الدهن وبعمل بيه صينيه البطاطس، بيطعمها بيديها طعم فظيع جدا جدا يا بنات. حاولوا تجربوا، مش نوع من التوفير، انا ساعات بعملها كده ارداحي من غير اي حاجه، بضيف عليها الدهن بيخلي طعمها فظيع فظيع يا بنات. قلبت كده وظبطت وسبتها تاخد غلوة، والرز بشعرية بتاعي خلاص كده على النار، وهسيبه يستوي ويتشرب. بعمله طبعا بسمنة بلدي، انا من تحويش وش اللبن القشطة ما شايلة طبعا، وعاملة سمنة بلدي كده برطمان حلو كده، بحط للرز للحلويات للبيض. تمام يا حبايبي، بشرب الرز بقى واسيبه كده يستوي مع بعضه. ونرجع تاني نشوف صينية البطاطس، أكلتنا جميلة كده وخفيفة جدا وسريعة بصراحة. تمام يا حبايبي، نخش بقى على صينية البطاطس بتاعتنا. يا كفاية كده تقليب في الرز،
كده بقى خلاص بقت ايه نص سوا، اللي هو سوا الا ربع بقى مثلا. تمام. نشوف هنعمل ونضيف عليها ايه بقى الحاجة الجميلة، كأنك جايباها كده من مطعم فايف ستار. مش هقول ام حسن وام علي عشان الناس دي طبعا مضروبين ومغشوشين، خلينا في بيتنا وفي حكايتنا. طبعا هنا انا عندي كفتة متبلة. انا نسيت طبعا اوريكم التتبيلة، بعتذر ما كنتش اصور. ضربت بصل فرمته او ابشريه، وعصرت المية بتاعته شلتها على جنب، وضفت طبعا ملح وفلفل اسمر مش اكتر من كده، وعجنتها وسبتها على الاقل ساعة كده على ما خلصت اللي ورايا، والبطاطس كانت دخلت في السوا، وسبتها تتشرب من بعضها. وعملت ايه، صبعتها كده كفتة وهحطها على وش صينية البطاطس. معاكم اهو حاجة حاجة واحدة واحدة. بصراحة البنات الولاد فرحوا بيها قوي، ربنا يخلي ولادنا وولادكم ويرزق كل مشتاق يا رب، اللهم امين. فرحوا بيها جدا جدا، وبالذات التكاية الاخيرة بقى يا ولاد. هنا يا حبايبي خلاص كده انا خلصت مية البصل بقى كده معايا، مش يعني انا بفكركم بيها. بصوا، بحطها على وش الكفتة كده طبعا، وولعت النار تاني على البطاطس، وهسيبها بقى مع بعضها، هغطي عليها وهنرجع لها تاني هنشوف النتيجة عاملة ازاي. اهي يا حبايبي بصوا كده، هقلبها عشان ايه تبقى فوق وتحت كده، خدت راحتها خالص في السوا واتشربت من كل حاجه. ميه البصل طعمها بيفرق جدا جدا يا بنات في الطبيخ. انا جربتها حتى لما بعمل الكفته دي بالطريقه دي لوحدها على النار من غير صينيه البطاطس، بسيبها كده تاخد اللي هي ايه، تشويحه كده في النار من غير تقليب طبعا عشان ما تفكش. بص ما فكتش ازاي، ما شاء الله الواحده بوحدتها من غير اضافات يا بنات. بص ما شاء الله. لما بعملها بقى لوحدها في الصينيه برصها نفس الرصه، وبسيبها شويه تاخد صدمه من تحت، واروح راميه عليها ميه البصل واغطيها كويس. بتكمل سواها، يعني مش تيجي تاكل الكفتة تلاقيها متحمره من بره ومن جوه نيه، لا بصراحه بتكمل سواها وبتتشرب من ميه البصل، تفرق في الطعم جدا. تمام يا حبيبي بصوا كده البطاطس استوت، والكفته كمان هسيبها كده ايه تاخد اللي هي الغلوه. بصوا بقى التكايه الجميله اللي هتفرق معاكي في الطعم والريحه، وتجيب الجيران يسالوكي من اين لك هذا. هجيب فحمايه جميله كده واحطها على النار، واحطها تحت الشوايه تاخد اللون بتاع التحمير. بصوا بقى انا مش برمي الفحمايه في طبق صغير ولا في كوبايه ولا في فويل، لا منها للحاجه مباشره، واروح راميه عليها تكايه نقطتين زيت او نص معلقه زيت، وغطي وسيبي صينيه البطاطس من اولها لاخر حبايه شوي كأنك بتاكلي عند حاتي.